في بلادنا الراجل اللي يحكي ولا اللي يشكي يقولوا عليه طري ضعيف ولا حتى ماشي راجل. المراه الا شكات يقولوا لها تحملي ورفدي، ناس كامل عايشه هاك وانتي فاشخي منهم. حتى الطفل الا كان يبكي ولا يعيط ولا يهضر بزاف يسكتوه بالسيف عليه من صغره، وعلى هذه تصيب دائما الجزائري ساكت ولا ظابط وجهه وهو يغلي من الداخل. واسكو هذه حاجه عيانه ولا غير الناس راهي تزيد عليها؟ اليوم في هذا الفيديو راح نهضروا على الكبت النفسي عند الجزائريين، مرض اللي ما يحكوش عليه بزاف واللي يمشي مع الانسان حياته كامل حتى نهار يخرج فيه. قبل ما نبداو كالعاده نفوتوا واحد من التعليقات تاعكم الجميله الرائعه. تعليقتها اليوم من عند سيرفرات مجانيه، قال لك الرودا كروفات ماشي كروفات هي الحوت. رودا كروفات هي الحوت. ماسونيه داخله فيها من الاخر. وثاني هذا كونت تاعي تاع الانستغرام ريبوندي فيه على كامل لي ميساج تاعكم، مرحبا بكم. الكبت النفسي هو كي تكون حس باللي قلبك راه معمر والهم ياكل فيك من الداخل وانت قدام الناس تبان عادي، كيما يقولوا في ذاك المثل اللي مزوق من برا وشحوالك من الداخل. باش تفهمني اكثر ايماجينيك تشد في السفل تاعك، تشد في الانفاس تاعك السفل من الصباح لليل، نهار كامل، سمانه كامله، كل يوم تفوت عليك سمانه، يفوت عليك شهر كامل، عام كامل، يفوتوا عليك عوام وانت غير شاد السوف تاعك. تسب لي بارتي كبيره من حياتك راح تغير هكاك. كل مره تسكت ولا تسكتي فيها على حقك، كل مره تحس ولا تحسي بها بالقهر ولا مخنوق، وما تصيبش كيفاه ولا لمن تخرج هذاك القهر اللي راك حاس به. بصح على بالي باللي انت تنحدر من سلاله النمير البنغالي وتقول لي باللي رويس، بصح انا نقدر لها عادي نحمل. على بالي باللي انت واعر وتاكل زداج ولا انت سترونغ انديبندنت وومن. ولكن المشكل هنا ماهوش انه لا تقدر تحمل ولا ما تحملش ولا تشد ولا ما تشدش في قلبك، ولكن المشكل هو تولي تكبت مام الفرحه تاعك ماشي غير الحاجه العيانه. وثاني تولي تخرج لينا تاعك في وقت كاش منه كاع ولا حاجه تافهه، ومع ناس خاطيهم كامل ولا ناس عزاز عليك ولا صديقهم في موقف قادر يخسر لك حياتك كامل غير بسبه التراكمات اللي كانوا فيك من قبل. لايمتهم حتى وين طردقوا في وقت انت ما توقعتوش، غير من ستريس تاع الخدمه ولا تاع الحياه اللي كان متلايم عليك. وعلى هذه سيغموند فرويد يقول لك، تقول لي شكون سيغموند فرويد بصح؟ وليت خالتي باينه بلي عالم نفس. شكون سيغموند فرويد؟ يقول لك بلي المشاعر المكبوتات تدفن حيه، يعني المشاعر اللي تكبتهم شو راك تدفن فيهم حيه يعني شو زومبي، ومن بعد تظهر لك بابشع طرق، يعني تكبر مع الوقت وتخرج لك بالدوبل. وعلى هذه راك تكبت اليوم وصديق وغدوه تكلاطي على حاجات تافهه ولا ما كاش كاع، كيما صديق علاه زروديه جايه اورانج كيما تشينا بصح هي خضره وماشي فاكهه، ما قصتهاش كاع لا علاقه معليش. وعلى هذه في روما قديما كي كانوا الجنود يرجعوا من الحرب مور ما شافوا بزاف تاع الدم وقتيله خسروا صحابهم ثماك، اللي راحت الويد اللي راحت الكراع، شو كانوا يديروا باش ينجموا يخرجوا هذاك الستريس اللي فيهم؟ كانوا يديروا واحد الطقوس تاعهم وين كانوا يروحوا لبلاصه فيها الظلمه يبداو يزقوا ويعرشوا يخرجوا كاع شكاين الانرجي السلبيه اللي فيهم كامل يخرجوها، يهضروش يصرى لهم ولا شكاين ولا شمكاش ولا شيء، الحاجه اللي يمديرونجيتهم يهضروها ثماك يخرج كاع شكاين ويرجع. في اليونان ثاني يقول لك سقراط، تعرفوا سقراط؟ ممكن لا تقول لي شكون، صاحب ارسطو الجمعي، تعرفوا؟ اليوم انا غير نقصح لكم سيغموند فرويد، روما، اليونان، سقراط، علم النفس. المهم يقول لك لازم تعرف روحك كيفاه داير. تقول لي بصح انا نعرف روحي يسموني بوعلام، من ان شاء الله تعرف روحك يعني يسموك بوعلام، يعني تعرف روحك اسمك ولقبك، تعرف الداخل تاعك كيفاه داير، يعني تعرف واش المليحه واللي ماشي مليحه فيك، يعني تعرف مليح اسوء ما فيك، يعني تعرف اسوء الصفات اللي فيك، كامل فينا صفات عيانين، هذوك لازم تكون عارفهم وواعي بهم مليح. بس انت تقول لي يا اخو انا وليت كارتي بوبولار ونحب الخير كامل للناس واللي في قلبي على لساني وجامي اذيت نمله في حياتي واللي في كرشة بن ما يخاف من النار، انت تقول لي هكا وانا نقول لك خطيك، لانه 99% من الشعب الجزائري كامل يهضروا بهذه الجمله. سما يبدل هذه الجمله خدم جمله واحده اخرى ولا عرف روحك مليح عادي ما فيها والو. بار اكزومبل انا نهضرها لكم حاجه نيجاتيف فيا، ما نبغيش الزلابيه اللي تجي مدوره، نبغي الزلابيه تاع البنان عادي، ما كان لا عقده نفسيه لا نورمال، حاجه عيانه فيا نهضرها عادي. ثاني عميتها المره الزوجه ثانيه معليش. المهم كما قلت لكم يعني لازم تكون عارف شيء العفسه اللي عيانه فيك، زعما الدارك سايد اللي فيك كما يقولوا، الجانب المظلم من الشخصيه تاعك، البيرسوناليتي تاعك اللي ما تبينهاش للناس، بس انت كاع نحوسوا نبينوا للناس الجانب المليح الباشوش، بصح انت لازم تكون عارف شافيك، لانه بيزار الا ما كنتش حتى انت ماكش عارف الكوتي العيان اللي فيك بيزار. عبالي نتوما عندكم مناعه وما تاثرش كامل. سما دوكا راح نعطيك هذا الكبت مش قادر ياثر لك على الصحه تاعك. تقول لي يا رويس دير هذا لك تهضر فيها كاينه منها ولا تخيل علينا وعلم النفس والطاقه، معليش النمر البنغالي معليش باش تقتنع. دوك نعطيك كيفاش هذا الكبت النفسي قادر يهدم لك الصحه تاعك ولا يهدم لك حتى حياتك كامل وبالدليل. اوكي مجله بسايكوماتيك ميدسين دارت دراسه على مجموعه من الناس، لقات باللي الناس اللي يكبتوا المشاعر تاعهم عندهم قابليه بزاف، يعني بورسونتاج كبير باش يحكمهم امراض القلب، امراض المناعه الذاتيه وحتى السرطان. تقول لي شكون هذه مجله بسايكوماتيك الطبيه واحد ما يعرفهاش؟ ما امنتنيش معليش. جامعه هارفارد
عرفها هارفرد، كاش اللي ما يعرفش هارفرد. جابوا مجموعه من الناس قسموهم على زوج، النص الاول اللي قسموه حطوه منا، النص الزوج منه. المده تاع 6 شهور هذو الجماعه طاو لهم اسباس وين يهضروا ويديفولوا ويخرجوا زعما ستريس اللي واجههم في النهار كامل. المجموعه الثانيه قال لك لا سكات، مكاش هذه تهضر وديفوليو، سكات بلع فمك، 6 شهور مكاش الهضره. مور 6 شهور كي داروا النتائج عاودوا حكموا هذوك الجماعه اللي قسموهم على زوج، عاودوا رجعوهم مع بعض باش يشوفوا الا كاين فرق ولا غير راني نتخيل من الصباح. مور 6 شهور كما كانوا متوقعين صابوا بلي كنت متخيل برك، باينه بلي صابوا بلي المجموعه اللي ما كانش تهضر زعما اللي ما كانش تخرج الستريس اللي فيها، حكمها الارق يعني ما كانش ترقد الاس في الليل اللي كوشمارو كامل. ثاني وحكمها حتى امراض جسديه كما نقولون العصبي كولون. ثاني الصداع حاد في الراس يعني شقيقه. الا كش واحد فيكم عنده هذو الاعراض يعني ممكن السبه تاعها يكون ستريس اللي راك مخليه يتلايم فيك في الخدمه ولا تاع القرايه ولا تاع الدنيا ولا المهم. والمجموعه الاولى اللي كانوا يهضروا ويخرجوا الستريس اللي فيهم صابوهم اللي ما عندهم حتى مشكل، اوكان بروبليم، كامل انتي كامل لاباس. على هذه بحثوهم كامل رحله لشخصين كوكب زمرد. ستاش ثانيه معليش. بالمختصر هذو المشاعر ولا الاحاسيس ولا اللي نار المكبوته صار لك من الرماد تحت النار، يبقى يشعل حتى وين ما قادر يحرق غابه كامل. راجل تسيبو حياته كامل ساكت، كاين اللي يقولوا عليه حجره، كاين اللي يقولوا عليه ما يحش، اللي يقول لك بارد قلبه بارد، ولكن انا نقول لك بلي ما كاش واحد ما يحش، كاع يحسوا، ولكن غير هو ساكت. بالك ما صابش اصلا شكون يحكي له، بالك هضر للناس من قبل وعايروه بسره ولا بالهضره اللي قالها وخلاوه يندم على اللي هضر، ولا بالك ما صابش اصلا شكون يسقسيه على حاله ولا كيف راه داير ولا شخص ولا ما خصوش، يعني تسيبو يعيش ويموت حياته كامل وواحد بالك ما سقساش عليه ولا قال له شي راه خاصك ولا كيف راك داير ولا كيف راك حاس. قادر تسيبو حياته كامل عاشها بالقنطه ومات بها ثان. ثاني اللي جا نسيبو حابس روحو مبلع على روحو، في عنده هم الدنيا، هم القرايه، هم الخدمه، هم الزواج، هم والديه، صاديبو كاين حتى اللي مبليين بالدواء وكامل، الله يعافينا ويعافيهم. سيبو يلايم لداخل حتى وين يجي نهار ويكلاطي على حاجه ما كاش كاع، ولا صاديبو يقلبها في روحو ويكمل على حياته، ولا دوك اللي تسيبهم يقطعوا رواحهم، ولا سي مرا ثاني صابر على الحقره ولا صابر على راجلها يضربها ولا خوها في دارهم، ولا داسه لداخل حتى يجي نهار وين تسمع بلي ماتت بالضرب ولا ماتت بالحقره، ولا تسيبها هي اللي نهات حياتها بروحها. وعلى هذه ما صراتش من قبل، صرات وداروها شحال من مره في التلفزيون. اسمع على هذه دير دائما في بالك باللي حاجه ما تستاهل، ومهما كانت لابريسيون اللي راهي عليك دير في حسابك باللي رحمه ربي سبحانه اوسع. والثاني باللي الايه الكريمه تقول لك ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، زوج خضرات. اكثر جمله نكذبوا فيها كامل يسقسيك يقول لك واش راك صافا، ولكن انت ما تخيش تهضر، نهضر على اللي عندهم زعما صح بريسيون كبيره في حياتهم مش طاحت له 50,000 فهمني، اللي قادر تسيبو باقي له شويه وينهي حياته. شخصك يقولوا لك صافا ما تلعبش واعر، راكش ما خصك راك كمليح. صديق واحد عنده دين كبير في حياته مغرق له حياته، سقسوك كمليح صافا جاوبهم. الا كان اللي راه يسقسي فيك صح انسان يبغيك راح ما راحش يروح يخليك حتى يعرف ديريكت كاين وش ما كاش وش خصك وسي يعاونك. وإلا كان اللي راه يسقسي فيك راه يسقسي بيسقسي وما على بالوش بك اصلا، اللي حالك نقصان واحد من حياتك ومو هكا تقدر تعرف اللي تكل عليه واللي زايد ناقص في حياتك. ودير في بالك بلي كيما انت حكيت له كسرت له راسك وحسيت روحك الاز، يجي هو ثاني نهار وين يكون مشارجي ويجي يكسر لك راسك تاثان. هذه هي ايزي بيزي. وثاني روح جري، روح دير سبور. الا كان بروبليم اللي فيه كبير بزاف حرفيا مأرق لك حياتك، روح للطبيب النفسي يخلصوه وهضر له عادي. كيديروا في الامريكان ونورمال، غير حنا هنا في الجزائر عيب اللي يسمعوا به راح للطبيب النفسي كشغل جاي. يعني نهضر على الرجال النساء عادي، نقرض لها ظفر تروح للطبيب النفسي، تدخل في صدمه وتتعقد وتبلع وكاع. كاع الا ما كان عندك حتى واحد مقطوع وما عندك حتى واحد راك في بلاصه ما يعرف فيها حتى واحد، روح للصلايه وفرغ كاع شي كاين، واللي هذاك افضل حل خير منهم كامل. دوكا ايها المشاهد والمشاهده الكريمه لحقنا الاهم سؤال في لا فيديو، واللي هو اش كنت تحب الزلابيه اللي تجي مدوره ولا الزلابيه تاع البنان؟ ثانية ما علينا. وكيما شفتوا لحقنا لافا تاع الفيديو، نتلاقاو في فيديو واحد اخرى. تشاو.